طيب زي ما استمعنا للموهبة إيمان وسمعنا منها على أغاني الأغنية الجميلة دي وحتى الصوت برضو، الحكم حيكون للمشاهدين بتاعنا، ما حكم على أنا. لكن برضو أنا عايز أقول لإيمان، أنت بديتي الخطوات بتاعتك وعايز أعرف هل أنت حاسة أنك ماشية كويس ولا في عراقيل واقفة قدامك؟ أكيد كل مشوار بيكون في بدايته صعوبات، بس الإنسان عامة في بداية خطواته لازم تكون خطوات ثابتة. وفي حاجة عايزة أضيفها، بس إن مشوار الفن أو مشوار الغنى أو ككل أيا كان في أي مجال من مجالات الإبداع، لو تنازلت عن شيء ولو كان بسيط فده يدل على إني بعد كده ممكن أتنازل عن كتير. طيب إيمان، اسمك إيمان، والإنسان إذا آمن بشيء ممكن يصل له في النهاية حتى لو كان الطريق شاق وطويل. نتمنى إنه لما أجي أستضيفك في مرة جاية تانية أستضيفك هنا وتكوني وصلتي في مشوارك، لو ما للحد اللي عايزاه أنت تكون وصلتي لجزء كبير منه. عايز أسمع منك كلمة أخيرة قبل ما نختم. إن شاء الله بإذن الله وربنا يسهل كده. أنا بدأت الطريق وأتمنى إن أنا أكمله تكملة صحيحة وأوصل للغاية اللي أنا عايزاها، اللي هي تغيير مسار الأغنية زي ما أنا قلت، ككلمة أو معنى أو إحساس ككل. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم لمتابعتكم لنا اليوم مع الموهبة إيمان غنديل، ونتمنى نلقاكم في حلقات جاية مع مواهب جديدة، وشكرا.